حلوة أوي كوباية الشاي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج رحلة بين السطور مع رائد الأفكار، حيث الكتاب وكوباية الشاي. فكرة البرنامج بتقوم على إن أنا عندي كتب كتير اشتريتها، وكتب في مجالات مختلفة، في البيزنس، في ريادة الأعمال، في علم النفس، في تطوير الذات. فأنا عايز أقرأ الكتب دي، فأنتوا عارفين إن أنا عندي الشغل الخاص بيا، فبالتالي عايز أخصص وقت علشان أقرأ الكتب ديت واستفيد بيها. فجات لي فكرة البرنامج اللي هو أنا ممكن أعمل برنامج اقرا فيه الكتاب. هنقرا الكتاب بطريقه يعني كاننا قاعدين بندردش مع بعض على القهوه واحنا بنشرب كوبايه الشاي. يعني مش هيبقى كلام روتيني، ولا فكره ان انا مثلا هديك الملخص. لا، انا هفتح الكتاب، هقرا الكتاب، انا هستفيد وانت هتستفيد. يعني الكتاب ده مثلا انا هقرا فيه، هنبتدي نتابع في الكتاب حلقه ورا حلقه. هنبتدي في اول حلقه وتاني حلقه وتالت حلقه، بعد ما بنخلص الكتاب مثلا اللي معانا هنخش في الكتاب اللي بعده، وهكذا. اتمنى البرنامج يعجبكم، واتمنى ان انا انتظم مع حضراتكم في الفيديوهات، لان دي تعتبر وسيله بالنسبه لي على المستوى الشخصي محفزه ليا ان انا استمر في القراءه وانتظم عليها. يبقى كل يوم في ميعاد ثابت كده مثلا انا بقدم فيه البرنامج، فبنقرا الكتاب وبنشوف الحلقه بتاعتنا وبنتابع احنا وصلنا لفين. اول كتاب معانا هنبتدي بيه، وده كتاب مميز جدا، انا حاسس ان هو هيفرق مع ناس كتير قوي ومعايا على المستوى الشخصي. اسمه قواعد الحياه لريتشارد تيمبلر، ومكتوب عليه ان هو الاكثر مبيعا على مستوى العالم. طبعا هنجيب القلم الحلو بتاعنا علشان نعلم على الحاجات المميزه واحنا ماشيين في الكتاب. الكتاب بيتكلم، اللي هو الملخص بتاعه او الوصف بتاعه بيقول لك الوصفة السحرية لحياة افضل واكثر سعادة واكثر نجاحا. يعني الكتاب مش مخصص بس لتطوير الذات، او مش مخصص بس للنجاح الشخصي، لا، الكتاب شامل حاجة كده زي ما يقولوا ايه، كوكتيل على بعضه يعني. انا متفائل خير بصراحة بالكتاب ده جدا يعني. تمام. طيب. طبعا في مقدمة وشكر وتقدير. هنعدينا قواعد من أجلك، ده كده زي هنعتبر ده مثلا الفصل الأول، قواعد من أجلك علشانك أنت على المستوى الشخصي. يعني النهاردة هو بيبتدي بيك أنت. هنلاقي إن في مثلا بعد كده في حاجة اسمها قواعد الشراكة، اللي هي إنك إزاي تكون مع شريك حياتك، وبعدين قواعد الأسرة والأصدقاء، وبعدين القواعد الاجتماعية. فطبعا هو هنا الكاتب بيبتدي بأول حاجة قواعد من أجلك أنت، اللي هو أنت الأساس. أنا ما أقدرش أتحكم في اللي قدامي، لكن أقدر أتحكم في نفسي. ما أقدرش أغير من اللي قدامي، لكن أقدر أغير من نفسي. ما أقدرش أتحكم في الأفعال اللي أنا بتحصل لي أو اللي بشوفها، ولكن أقدر أتحكم في رد فعلي معاها. فأول حاجة وأول قاعدة معانا هي مميزة جدا بصراحة، ويعني حلوة قوي. تعالوا نشوف بتقول ايه. شكر وتقدير برضو. تمام. قواعد من اجلك. طيب. اهو يعني طبعا هو هنا شرح اللي انا لسه قايله دلوقتي. تمام. بس خلينا القاعدة الاولانية مش كتيرة قوي. اول حاجة او القاعدة اللي هي من اجلك بيقول لك تحرى السرية. يعني ما تتكلمش كتير، خليك ساكت. تمام. هو دلوقتي هنشرح، هنشوف هو كاتب ايه وبيقول ايه في الحتة دي. بس هاخد بق شاي الاول. تحفة كوباية الشاي. على فكرة انا بحب القهوة، بس حبيت ان يبقى في حاجة مختلفة. ممكن بعد كده ابقى اعمل قهوة يعني. طيب بص، بيقول لك انت على وشك ان تكون لاعب يمارس اللعبة وفق قواعد محددة. انت على وشك الابحار في مغامرة، الابحار في مغامره هتغير مجرى حياتك. ركز معايا في الكلام دوت، وعايزك واحنا بنقرا الكتاب، ده اللي انا بعمله دلوقتي، وانت كمان تعمل ده. عايزك تشيل من دماغك اي معتقدات او افكار انت متمسك بيها فكريا يعني على المستوى الشخصي. فخلينا كده ايه عندك، اللي هو انت فاتح باب عقلك علشان يستوعب الكلام ده، وانت من جواك مقتنع ان الكلام ده هيفرق معاك للافضل وهيساعد ان انت تنجح. تمام. بص يا سيدي، بيقول لك هذا فقط ان اخترت ان تقبل بهذه المهمه. انت على وشك اكتشاف طرق
لأن تصبح إيجابيا وأكثر سعادة وأكثر نجاحا في كل ما تقوم به. أي أنك لست بحاجة لأن تقوم. ركز في الحتة دي حلوة قوي. بص بقى، بص هنا بقى، دي القاعدة بقى. انت مش محتاج تقول اي حاجة لأي حد، الزم الصمت. مفيش حد بيحب الشخص المتظاهر بالحكمة. ده كل ما في الموضوع. القاعدة الأولى، تحرى السرية. الناس اللي حوالينا ممكن انت تكون مثلا عندك معلومة او بتعرف تقول حكم او كده وبتعرف تدي مواعظ، فهو هنا عايز يقولك ان انت دلوقتي هتبتدي تلعب اللعبة. فأول قاعدة في اللعبة، ودي حاجة انت لازم تستوعبها، انك تسكت، ما تتكلمش. تمام؟ لان الناس عموما ما بيحبوش الفيلسوف او اللي بيتفلسف او اللي عامل فيها دور الواعظ اللي هو انا بقول لكم. تمام؟ بيقول لك بقى قد تكون هناك بالفعل اوقات بتشعر فيها برغبة في انك عايز تتكلم مع اللي حواليك بشأن الحاجة اللي انت بتعملها، وده امر طبيعي. حلو؟ عايز تشارك اي شخص اللي انت بتشعر بيه واللي انت حاسس بيه واهدافك اللي انت عايز تحققها، وان انا مثلا هاخد الكورس الفلاني علشان اشتغل بيه في المكان الفلاني واقبض بالدولار، وعايز اشتري عربية وهحوش. انت فاهم؟ انت عايز تشارك احلامك، وقال لك ده حاجة طبيعية. حلو؟ تمام؟ ولكن لا يمكنك ان تفعل ذلك ولا يسعك ان تفعله. سيب الناس يكتشفوا من تلقاء نفسهم اللي انت بتعمله. طبعا هتحس ان ده مش منصف، ولكن في واقع الامر اكثر انصافا مما تظن. حلو؟ انك ان اخبرت الاخرين فسوف يسعون لتجنبك، كما اننا جميعا نكره من يعظنا. ان الامر اشبه في واقع الامر بمحاولة الاقلاع عن التدخين، انك تبطل تدخين، واكتشاف حياة اكثر صحة. بتنتابك فجأة الرغبة في تغيير كل اصحابك اللي بيشربوا سجاير. المشكلة هي انهم مش على استعداد ان هم يبطلوا تدخين على الخطوة دي، فبالتالي ممكن يقولوا عليك متكبر او متباهي، بل والأسوأ من كده ان هو ممكن يقولوا عليك المدخن السابق. تمام؟ واحنا كلنا بنكره ده. وبالتالي هعمل القاعدة كده بين في مستطيل بالشكل ده كده. تمام؟ اهو بيقول لك لا تعظ، لا تذع الامر، ولا حتى تنوه عنه. يعني انت ممكن تقول لي طيب خلاص انا مش هشارك الناس، انا هعمل ايه؟ يعني مثلا انا عايز احوش عشان اشتري عربية، فانا مش هقول للناس ان انا عايز اعمل ده. هو بيقول لك لا تعظ، يعني ايه؟ انت ما تعملش فيها دور الواعظ، يعني ما تبقاش قاعد مع اصحابك بقول لك ايه، انا بقول لك نصيحة بجد، حاول تحوش عشان تجيب عربية وبتاع، وكل شهر حوش كذا وبتاع. هو هيفهم ان انت يا بتعمل ده يا هتعمل ده. فهو هنا عايزك انك تبعد تماما اي حاجة ممكن تفصح بيها عن اللي انت ناوي تعمله. اذا القاعدة الاولى ببساطة شديدة هي لا تضع، لا تعظ، ولا تدع الامر، ولا تسعى لتغيير الاخرين، ولا تصح باعلى صوتك من اعلى صوت. يعني ما تطلعش فوق السطوح وتقول يا جماعة انا هعمل كذا وبتاع، اللي هو يعني فيما معناه يعني ان انت بتعرف كل الناس انت بتعمل ايه. قال لك هتشعر ببريق دافئ بيعتريك لما تغير نظرتك للحياة، ويسعى الناس التانية ان هم يسألوك عن اللي انت بتعمله او اللي انت عملته، ويمكنك عندها انك تجيبهم قائلا انك لم تفعل شيئا، وانما فقط اصبحت تشعر بشيء من الدفء، وانك بتشعر بانك افضل واكثر سعادة وحيوية وجمال، وايا ما تريد. ليست هناك حاجة لأن تخوض في التفاصيل. وركز معايا في الحتة دي كويس قوي. دايما احنا بنتحرج ان احنا مثلا لما حد يقول لنا مثلا اخبارك ايه او بتعمل ايه، في ناس بتتحرج وبيتكلم في تفاصيل وانا بعمل كذا ومش عارف ايه، وبصدق نية وبنية خالصة يعني. ولكن هو هنا عايز يقولك انك اصلا ما تفصحش عن اللي انت بتعمله، ولو جه الكلام مثلا من بره كده تقول قشور، يعني اللي هو بفكر مثلا اعمل حاجة، او مثلا شغال على حاجة كويسة ان شاء الله وخير باذن الله. ما تتكلمش بقى في تفاصيل، ولو حد عرف انت بتعمل ايه برضه ما تتكلمش في تفاصيل. خلي التفاصيل سر. خلي بالك الحتة دي هتفرق معاك في حاجتين. اولا، الشخص اللي انت بتحكي له ده
هو قدامك تمام وكويس وكل حاجه، بس ممكن لما يقعد بينه وبين نفسه والشيطان يلعب في دماغه يحس ان انت افضل منه فيغير منك او يتجنبك، في حين ان انت ما بتعملش حاجه يعني خارقه، هو ممكن يعمل اللي انت بتعمله. تمام. الحاجه التانيه ان انت لما بتحكي عن اللي انت بتعمله او ناوي تعمله، العقل الباطن بيفهم او بيحس ان انت عملت الحاجه دي، فحماسك لانجاز الحاجه دي بيقل وكاد يكون يروح، وممكن ما تعملش الحاجه دي. لكن طول ما انت ساكت هتلاقي دماغك مش بيهدى غير لما تعمل الحاجه دي وتخلصها. دي حاجه مهمه جدا. تمام. نشرب الشاي عشان الشاي تقريبا قرب يبرد. وبيقول لك الامر اشبه عندما يسالك احدهم عن احوالك، ويمكن كل اللي هو عايز يسمعه في واقع الامر هو كلمه واحده بس: بخير الحمد لله، حتى لو كنت في اقصى حالات البؤس. فهو كل اللي عايز يسمعه منك ان انت تقول له انا كويس الحمد لله. تمام. لان اي حاجه اكتر من ده هتفرض عليه التزام، وده بالطبع هو مش عايزه. فهو كل اللي عايز يسمعه كلمه بخير، وهكذا سوف يتسنى له ان يمضي في حياته بدون مزيد من التدخل والتورط. تمام. بص، وهذا هو ما ينطبق تماما على اللاعب وفق القواعد المحددة. لا أحد يريد أن يعرف في واقع الأمر. إذن يقدر بك أن تبقى هادئا. كيف لي أن أعرف؟ لأنني عندما ألفت كتاب قواعد العمل الذي بدل حياة الكثيرين وأكسبهم القدرة على إحراز النجاح في مكان العمل بدون الحاجة للجوء إلى أي وسائل ماكرة، اقترحت الشيء نفسه وأثبت نجاحه. فقط طبق ما تريد تطبيقه في هدوء، وواصل تطبيقه في حياتك اليومية بسعادة وسرية ومن غير ما تقول حد. دي كانت القاعدة الأولى في كتاب قواعد الحياة. وبكده تنتهي أول حلقات برنامج رحلة بين السطور مع رائد الأفكار. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، هنكمل القاعدة اللي بعديها وقاعدة ورا قاعدة لغاية ما نخلص الكتاب. أنا بستفيد على المستوى الشخصي لأني بقرأ الكتاب معاكم، وانتوا كمان عايزكم تستفيدوا وتطبقوا القواعد ديت. وما تنسوش اللايك والشير، وطبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم الفيديوهات والحلقات الجديدة أول ما تنزل. ولو انت شايف ان في حد ممكن يستفيد بالمعلومة ديت او حابب يقرأ كتب بس ما عندوش الوقت، ابعت له الفيديو وشير معاه الفيديو علشان انت كمان تاخد الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.